أثار وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو جدلاً واسعاً بعد تهديده بالاستقالة إذا قامت باريس بتخفيف موقفها تجاه الجزائر، في خطوة تعكس تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين، لا سيما في ظل الجدل القائم حول ملفات الهجرة والأمن والمصالح الاقتصادية المشتركة. ويؤكد ريتايو أن أي تغيير في النهج الفرنسي تجاه الجزائر قد يكون بمثابة تنازل غير مقبول. ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه فرنسا نقاشات محتدمة حول علاقتها مع مستعمرتها السابقة، حيث يدفع بعض السياسيين نحو تشديد المواقف. وفي تصريحاته لصحيفة فرنسية، شدد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو على موقفه الصارم تجاه الجزائر، مؤكداً أنه لن يقبل أي تراجع في هذا الملف، ومعتبراً أن نهج المواجهة مع الجزائر أصبح سياسة رسمية للحكومة الفرنسية.